ويمكن الآن يعني ما دام بنتكلم عن جمصة، الآن الأستاذ دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مدينة جمصة الآن، عشان بيفتتح الفرع الثاني وبيحط حجر الأساس لنادي جزيرة الورد. بيفتتح بعض المنشآت الجديدة نادي المنصورة. لنادي المنصورة. وكان أيضا اليوم استقبله محافظ دقهلية اللواء طارق مرزوق. ثم كانت في ندوة شبابية اتكلم فيها عن دور الشباب، واتكلم قد ايه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على الشباب، لأن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل. وأيضا كان زار الصبح استاد المنصورة وعاد من جديد، يعني مركز شباب مدينة المنصورة. حضراتكم عارفين الاستاد اللي شهد نجوم كرة القدم الكابتن خطيب ومصطفى عبده وحسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي ابو جريشه. ونادي المنصورة العظيم بقاله سنتين ما بيلعبش على ملعبه او اكتر من 3 سنين. اليوم تم افتتاح الملعب، وان شاء الله في تطوير للمدرجات، فده حاجة كويسة جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم، والآن بيتم افتتاح الفرع الثاني لنادي جزيرة الورد، وده جزء من الاستقبال محافظ دقهلية للدكتور أشرف صبحي، وجزء من الندوة، وبحضور طبعا أعضاء مجلس الشيوخ، منهم طبعا محاسب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وعضو مجلس الشيوخ. وده جانب من الندوة اللي كانت في قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة دقهلية. فاحنا بنقول طبعا الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الشباب، فالشباب هم نصف الحاضر وكل